ثاني خو الشهيد مبروك خوي الصغير. جبناه اليوم العشية، خرج الصباح يامس الصباح، خرج باش يرعى في الجبل باش يهز الاغنام تاعو يرعى بهم كي كل يوم، يعني كي كل نهار يعني. خرج مشي العشية دار في الجبل الصراح كان نهار كامل، جا العشية الأربعة مروح. عرضوهم جماعة إرهابيين، هو معاه واحد آخر ولد عمنا متغدي من الجيران. عرضوهم قال لهم أنتم جماعة تخدموا عند الجيش، باش تعملوا لهنيكيت السارحين، باش تعملوا لهنيكيت رانا سارحين بالهنيكيت السارحين ومروحين. قالوا له تكذب، كذبوه. قالوا له أنت تخدم عند الجيش وباعثين حكومة تجسس علينا وياخذ يعطوا لك في الفلوس يا جماعة الجيش. وشدوا قرطوهم الزوز ولاد اظن خويا ولا معاه، ربطوهم بحبل الزوز ايديهم التالي. ذبحوا الطفل معاه، طفل خويا ضايع ذبحوه. الطفل الاخر قرطوه ثم كتب حذاه، بعد سيبوه قالوا هز الراس روح به لاهله، يجوا هزوه. ومن بعد شدوا ما عرفش قديش يجي 5 ولا 6 نعجات هزوه معاه. كيفاش الجث جانا الراس وحده بايت في الدار، والجثة بات ليلة كاملة ليلة ونهار بايت في الجبل. ما حكى معنا حتى واحد، مشيت خرجنا له وحدنا روحنا به. وقت روحنا لقيناه في الجبل كلاب بحذاه بايتين ليلة كاملة بحذاه. ووقت وصلنا ليه غاديك روا لقيناه الكلاب بعدوا علينا، كلابنا متاعنا هو المربيه متاعه هو، يقول لهم اقعد ثم يقعد ثم. وقت روحنا احنا روحوا الكلاب قاعدوا ثم كيتهم بعد لحقوا علينا. روحنا بهم وقت القريب نوصل للدار تعرضنا الجيش والطياره. وقت وصلنا نحن هزينا الجثه نتاعنا وردنا وجينا مروحين باش خرجت الهليكوبتر الدور غاديك بحذنا. والله نصف النهار نصف النهار جت ثمكيت الجيش عرضنا وكل جبنا وحدنا مواطنين جبناه وحدنا. جانا وزير الداخليه وداري سي حسين العباسي ولا شكون، وهذا اللي نعرف. بالنسبه للي ما يحكيش حاجه اللي معاه قال احس كيما حكيت لكم مني بالضبط. قال هو يعني هو اللي حكاها لنا، هو اللي وصل لنا المعلومه هذه. قالوا لنا انتم جاسوس، قالوا لهم انتم جواسيس يعني كيت جايين كيت يعني تهزوا تنقلوا في الاخبار لجماعه الجيش وجماعه الحرس. هي معليش ذبحوا اخوك وهو سايبه باش هم حابين يوصلوا الميساج نتاعهم. كي مش يذبحوهم الزوز مش هلق بهم حتى واحد، ويقعدوا ثم كيت اللي يمشوا ارواح. باش هو بس قال له بهز هذا يوصل باش نحن نعرفوا وشكون المسؤولين تعرفوا والسلطات المعني بالامر تعرف باش يروا هم باش نجموا يعني. الظروف الاجتماعيه بتاعكم؟ الظروف الاجتماعيه ما تسمحش الجمله، ما تسمحش الظروف الاجتماعيه، ما عندنا حتى شيء. محمد خش لا يسمح طبيعه المنطقه، معناتها متعودين على حاجه اسمها ارهاب، غادي ثم تحركات مشبوهه، ثم ناس يقولوا لكم ردوا بالكم ولا صغاركم. قال لكم مش بكري اول مره؟ والله بالنسبه لمنطقه السلطنيه ما جونيش، ما هبطوش لنا الديار وطلبوا منا حاجات ما جونيش. اما ناروا فيهم في الليل وقت التيح الليل ناروا في الضوء في الجبل، ما يهبطوش لنا، يهبطوا العين جفيل يهبطوا العين زيين يهبطوا السبيبه يقضوا وحدهم. حسب حديث المرافق الخوف قالش عددهم قد ايه؟ لا تدفل طب وخرج في مخه، هو ما عادش يعرف حتى شيء. وين هو طبعا غادي في دارهم والله يطلعوا له زوز طبه نفسانيه غادي. ما عطاش عددهم الاوصاف؟ لا ما قال حتى شيء. هو جا البلاصه اللي قالنا عليها مشينا ليها ما لقيناش فيها. من بعد وقت جينا نسالوا فيه قال لا راهم هزونا من بلاصه لبلاصه. شنو وصفها؟ وصفها ما نعرفش وصفها. وصفها موحش ماهوش بشر. هذه يظل لنا هذه اللي نعرف وصفها، عددهم ما نعرفش قديش. لهجتهم اكيد توانسه 100%. القطعه بالنسبه للراس قطعه كلي معناها من اللي متاي. عندكمش مساج تحبوا توصلوه للحكومه؟ والله نحب المساج اللي عندي ني واحد من الناس منطقة السلطنية ذي سلطة جلمة، نحبوا يروا لنا حل. ما عندنا حتى شيء، عايشين في جبل مع الضوء دخلوا لنا الضوء ما نعرفش جانا في كذبة. الضوء هذا ما نعرفش كيفاش جانا الضوء، لا كياس لا ماء لا مستوصف لا مدرسة. المدرسة نمشي لها بالخمسة 15 20 كيلومتر باش نمشي للمدرسة. جلمة نسوقوا مرة في الجامعة باش نمشي للسوق، يعني ما ثم حتى شيء. تهبط الجلم باش ما تلقيش كراه باش تروح، اللي يقول لك البيست نتاعك ما يعدينيش باش نروح. ترسلك تروح على رجليك، والله اللي يطلب عليك هو مول الكهرباء يلزمك تعطيه. يعني في معنى انت منسيين